هاي، انا مارو. المين كارير بتاعي البانكينج سيكتور، لكن التالنت بتاعتي ان انا بحب اعمل فيديو كرييشن وفي او. وعشان كده انا قررت ان انا استخدم التالنت بتاعتي في ان انا ابدا اعمل شورت فيديوز بتتكلم عن مواضيع تهم الناس اللي شغالين معايا في نفس الكارير. وحبيت ان انا ابدا باول توبيك تقريبا بيمس ناس كتير منا، الا وهي ليه في ناس كتير شاطره لكن واقفين في مكانهم. هل الناس دي ما بتشتغلش؟ هل الناس دي اقل كفاءه؟ بالعكس، الناس دي شاطره جدا وبتشتغل وملتزمين وفاهمين، وممكن كمان يكونوا بيدوا اكتر. طب فين المشكلة؟ اتضح ان المشكلة مش في الشطارة بس، المشكلة في انك انت ممكن تكون بتعرف تنفذ شغلك كويس قوي لكن ما بتعرفش تعبر عنه. كون ان شغلك مش متشاف، كون انك انت ما بتعرفش او ما عندكش التالنت ان انت تقدر تظهر الشغل ده، فانت عمرك ما هتتحرك من مكانك. لو انت واقف في مكانك ومستني ان اي حد يلاحظك وياخدك من مكانك ويقولك لا انت تستاهل المكان ده مش هيحصل. احنا دلوقتي في عصر ووقت سريع جدا وكل الناس بتجري وكل واحد فينا بيحاول يزود التالنتس بتاعته او التولز بتاعته عشان يبقى احسن. فكون ان انت معتمد على انك شاطر بس، او ان انت بتعرف تنفذ شغلك كويس قوي او شغلك بيطلع بيرفكت، ده مش كفاية خالص انك تكون مؤهل ان انت تعمل ستيب فورورد الكارير باس بتاعك في الدرجه اللي بعدها. فانت لو انت واقف مكانك محتاج تسال نفسك، هل انا مش شاطر؟ هل انا عندي الكفاءه؟ هل انا بالظبط ما بعرفش انفذ شغلي كويس؟ لو انت لقيت نفسك شاطر وعندك الكفاءه وبتنفذ شغلك كويس جدا بس لسه واقف مكانك، فانت محتاج تغير اتيتيود وطريقه شغلك، وتقدر بعد كده تعرف تعبر عن شغلك كويس وتبقى متشاف وشغلك باين.